أن الاحتلال التركي والفصائل السورية ما تسمى بالجيش الوطني السوري التابع له يمارسون شتى أنواع انتهاكات بحق المواطنين في المناطق السورية المحتلة، ابتداء من جرابلس وعزاز والباب مرورا بعفرين وانتهاء بمحافظة إدلب في ضمن مناطق الواقع ضمن سيطرتها، حيث أن هذه الانتهاكات تزداد يوما بعد يوم بحق المدنيين سواء كانوا كردا أو عربا، من قتل والتعذيب وطلب الفدية واختطاف المدنيين عامة والفتيات والنساء في الفترة الأخيرة خاصة، والاغتصاب والقتل وإلى ما آخره. هذه الانتهاكات تشمل الحجر والبشر والشجر، إلى أن منطقة عفرين الكردية لها النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، حيث تمارس بحق المدنيين كل أنواع انتهاكات وبشكل يومي. لا يكاد أن يمر يوما إلا ونسمع أو نرى في الإعلام أن هناك اختطاف أو قتل أو استيلاء على الممتلكات أو اختطاف الفتاة أو امرأة أو اغتصاب، يعني كثيرا من هذه الانتهاكات دون أي حسيب أو رقيب وأمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وأن كل هذه الانتهاكات التي ترتكب في مناطق الشمال السوري المحتل من قبل الفصائل السورية المحتلة التابعة للاحتلال التركي طبعا يتم وبتوجيه وإشراف مباشر من الاستخبارات التركية، إلى أنها تمارس هذه الانتهاكات يعني كما أسلفنا بشكل علني ودون أي حسيب أو رقيب، مثل انتهاك الذي رأيناه في البارحة في ريف مدينة الباب بحق طفل قاصر خلال إطلاق الرصاص من قبل الجيش التركي في الهواء لإرهاب وتخويف هذا الطفل، وأن الطفل من خوفه وولعه وهروبه من القاعدة التركية قاموا بإفلات أكثر من 15 كلب بوليسي على هذا الطفل، مما أدى بإصابته بردود وجروح بليغة في كافة أنحاء جسده، وتم إسعافه إلى المشفى، وأن وضعه ما زال خطيرا حتى الآن وفق المصادر المحلية. أيضا المصادر من ضمن عفرين أفادت بأن الانتهاكات تمارس بحق العوائل بأكملها من قتل والخطف. أن هناك عائلة من قرية أوفروزي دون أن نتطرق لاسم لضرورات الأمنية قاموا باختطاف الوالد يعني رب الأسرة أكثر من 3 مرات، وكل مرة يقوم بدفع الفدية ويتعرض للتعذيب والضرب. أيضا باختطاف ابنه مظلوم لأكثر من 4-5 مرات، وأنه في المرة الأخيرة تم إطلاق سراحه منذ قرابة أسبوع بعد دفع فدية مالية قدرها 1,000,000 ليرة سورية. وكما نعلم مدينة عفرين محاصرة ومحتلة ولا يوجد أي أعمال للمدنيين خاصة المواطنين الكرد المتبقين فيها، قاموا باستدانة هذا المبلغ من أقارب الدولة التركية تهدف من وراء احتلالها لهذه المناطق في الشمال السوري المحتل وحتى إدلب، يهدف إلى ترسيخ سياسة التتريك في هذه المناطق واستكمال تغيير ديموغرافي لهذه المناطق لسلخها من وطنية أو من الأمة السورية لضمها إلى الأراضي التركية، كما يعمل حاليا في مناطق إدلب عندما قاموا بحرق العملة السورية، علما أن الدولة السورية قائمة، أن لها وجود شرعي ضمن منصة الأمم المتحدة، لكن الدولة التركية من خلال قيام بهذه الممارسات عبر هذه الفصائل الإرهابية تهدف إلى ترسيخ واقع التتريك والاحتلال بأمر واقع المناطق من خلال قيام جدار إسمنتي في مناطق عفرين محتلة. منظمة حقوقية وما نشهده ونراه على أرض الواقع من هذه الانتهاكات التي تزداد يوما بعد اليوم وسط الصمت وتكتم الدولي أو تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات لإقامة مصالحها السياسية على حساب الشعب السوري، على حساب دم الشعب السوري البريء. نناشد مجددا هذه المنظمات على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان واليونيسيف ومجالس أو المنظمات النسائية العالمية والمنظمات الديمقراطية أن تقوم بدورها الأخلاقي الإنساني
أن تلعب دورها التاريخي قبل فوات الأوان، لأن هذه الانتهاكات مستمرة بحق أبناء سوريا وخاصة في منطقة العفرين.